هو ليه مصر اتسمت مصر؟ مصر ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن الكريم في أكتر من موضع، لكن إيه سبب الاسم ده؟ في أقاويل كتير جدا اتقالت في سبب تسمية مصر بالاسم ده، لكن أقواها وأرجحها اللي قالها ابن عبد الحكم في كتابه فتوح مصر وأخبارها. ابن عبد الحكم قال إنه سيدنا نوح عليه السلام في يوم من الأيام نده على حد من أولاده أو أحفاده علشان يجوا يساعدوه في أمر ما. الوحيد اللي سمع النداء وجه يساعده كان حفيده مصر بن بيصر بن حام بن نوح، وبعد ما ساعده فمصر قال لجده: يا جدي، بما ان انا الوحيد اللي سمعتك وجيت ساعدتك فادعي لي دعوه حلوه كده. فسيدنا نوح عليه السلام فعلا دعا له ربنا سبحانه وتعالى وقال: اللهم انه قد اجاب دعوتي فبارك فيه وفي ذريته واسكنه الارض المباركه التي هي ام البلاد وغوث العباد التي هي نهرها افضل انهار الدنيا، وسخر له ولولده الارض وذللها لهم وقوهم عليها. وربنا سبحانه وتعالى استجاب فعلا لدعوه سيدنا نوح عليه السلام، ونزل مصر بالارض دي واتسمت على اسمه.